الاسعار نار والايجارات عاليه والمرتبات عاليه والدنيا مش مظبوطه هناك. في وسط بقى الليله دي كلها يا معلم ظهر زهران ممداني. السلام عليكم. تخيل كده معايا شويه السيناريو ده. نزلت يا باشا تصلي الجمعه في المسجد اللي جنب البيت، وكل اللي موجودين في المسجد سلفيين وبدقون، وبعدين وانت بتصلي ورا الامام اللي دقنه قد كده وهو بيسلم وانت شايف دقنه البيضه اللي فيها شويه سواد، السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله، ويلف تلاقيه كارل ماركس زعيم الشيوعيه. ده بالظبط اللي حصل امبارح في نيويورك. ازاي؟ تخيل ان نيويورك اكبر مدينه رأسمالية في العالم، المدينه اللي فيها نسبه يهود، تاني اكبر نسبه يهود بعد دوله الاحتلال، يكون العمده بتاعها مسلم واشتراكي. ازاي ده حصل؟ وازاي واحد هندي من اصل افريقي، او انا اسف، واحد افريقي من اصل هندي ومهاجر يبقى عمده مدينه نيويورك؟ ده اللي انا هشرحه لك المره دي. طيب الاول سيبني احكي لك شويه عن مدينه نيويورك دي. مدينه نيويورك دي يا باشا اهم مدينه موجوده في امريكا، هي اللي فيها الفلوس كلها، كل الشركات موجوده هناك في نيويورك. دي اول حاجه. تاني حاجه، كل مؤسسات الاعلام والقنوات والمجلات وكل حاجه موجوده هناك. يعني الاقتصاد كله اللي قايم عليه امريكا موجود هناك في نيويورك. يعني الاعلام والراي العام الامريكي كله بيتعامل في نيويورك. ايه كمان؟ حاجه الثالثه كمان، ان فيها اكبر نسبه يهود موجوده في العالم بعد دوله الاحتلال. طب ازاي؟ ايه اللي وداهم هناك؟ بمنتهى البساطه، للناس اللي بتحب تعرف، يعني هي كانت الخيار الاول لاخواننا البعده انهم يقيموا دولتهم، مش فلسطين. كانت جنوب افريقيا، وكانت مدغشقر، وكانت نيويورك، وكانوا معظمهم راحوا على نيويورك. عشان كده الجاليه هناك اليهوديه كبيره جدا. في يهود كمان حريديم هناك، ودول ممكن تقول كده زي الوهابيين عند الاسلام، متشددين جدا، حتى ليهم البوليس بتاعهم وليهم الاسعاف بتاعتهم. البلد كلها هم مسيطرين عليها، الاقتصاد كله هناك، الاعلام كله هناك، الراس المال كله هناك. وول ستريت ده مكنه بتطبع فلوس كده للناس. فاي مرشح للحكومه الامريكيه زي ما تقول كده التمويل بتاع الحملات بتاعته كلها بتحصل في مدينه نيويورك، او بتدفع من مدينه نيويورك. المعيشه ذات نفسها في مدينه نيويورك اغلى بكتير حتى من هنا من سان فرانسيسكو. انت متخيل؟ دي اهميه مدينه نيويورك. اللي بيحكم نيويورك بيحكم او بيأثر على امريكا كلها. بس برضو في مفارقه غريبه شويه في المدينه دي. المدينه دي فيها اغنى ناس موجوده في امريكا، وفيها برضو افقر ناس موجوده في امريكا. في جاب او في فرق كبير جدا بين الاغنياء هناك والفقراء هناك. لو رحت المدينه هناك هتشوف بلاوي. الصرف الصحي بتاع المدينه بايظ، المواصلات بايظه، كميه الجرائم هناك كبيره، المشردين المرميين في كل حته، الدنيا هناك خربانه. فانت مش فاهم ازاي اغلى ناس او اغنى ناس موجودين في العالم موجودين هناك، وفي نفس الوقت افقر ناس موجودين في امريكا موجودين هناك. المعادله مش مظبوطه يا معلم. الاسعار نار والايجارات عاليه والمرتبات عاليه والدنيا مش مظبوطه هناك. في وسط بقى الليله دي كلها يا معلم ظهر زهران ممداني. انا مش عارف اذا كان اسمه ممداني او ممداني، الله اعلم. هو زهران ده بقى حكايته ايه؟ ده شاب عنده 34 سنه. اه والله العظيم عنده 34 سنه. احنا هرمنا. المهم، الباشا ده هندي، واهله ودوه على اوغندا، وهو اتولد في اوغندا. واوغندا دي حوارها كبير قوي ساعتها. اللي كان بيحكم اوغندا في الوقت ده كان واحد اسمه عيدي امين. وعيدي امين ده لو انت حبيت تبحث عنه يعني هتلاقي الحاجه اللي هو مشهور بيها ان في عصره كانت ازهى عصور انتهاك حقوق الانسان. الراجل ده ما شاء الله لا كان عنده حقوق ولا كان عنده انسان، كان مجنون بصراحه. اهله هربوا من اوغندا على اعتقد اوروبا، بريطانيا، ومن بريطانيا جم هنا على امريكا مهاجرين، وفضل
زهران ده موجود هنا وابتدى يدرس هنا، وبعد كده اتخرج، وفي 2016 بقى معاه الجنسيه الامريكيه. بعد كده هو عمل دراسات ليها علاقه بالتاريخ الافريقي، وهو بصراحه لعبها صح. انا بنفسي مثلا لو حبيت اعمل اي دراسه هنا في امريكا هعملها ليها علاقه بالثقافه بتاعتي. وبعدين اشتغل مع حمايه حقوق الناس اللي عندهم مشكله او تعثر في دفع الايجارات، وده بصراحه خلاه يقدر بشكل او باخر ان هو يلمس شعور الناس دي ويشوف ايه المشاكل اللي بتواجههم، ويبقى عارف الدنيا معاهم عامله ازاي. من الاخر كده حط ايده على البال. المهم يا سيدي، الرواد ده عمل مؤسسات كتير جدا وشارك في منظمات كتير جدا، من ضمنها على فكره منظمه لمنع معاداة الساميه. يعني هو كان بيساند المسلمين واليهود واللي بيحصل فيهم، ودي حاجه تحسب له بصراحه. بس الواد ذكي، الواد بيعرف يلعبها كويس، الواد بيعرف يبيع نفسه ويسوق لنفسه. يعني مثلا تلاقيه يغني راب، تمام، تلاقيه بياكل بايديه قدام الناس، تلاقيه بيتكلم شويه عربي هنا، تلاقيه بيروح السيناجوج او المعبد اليهودي هنا، تخش الكنيسه مش عارف فين. بيعرف يسوق لنفسه كويس قوي، مع انه اشتراكي ومسلم في بلد معظم اللي فيها يهود اصلا ومنفتحين. المهم زهران ممداني الليله كبرت معاه والفكره طرقعت في مخه، وقال لك طب ما انا اترشح وابقى عمده مدينه نيويورك. عشان برضو تبقى فاهم، عمده مدينه نيويورك هنا ده مش العمده الآلي، ده مش دينهم السماحي. عمده مدينه نيويورك ده ماسك ليله كبيره، ده حاجه، ده فخده هنا، فاهمني. اللي حصل ان هو قرر ان هو يترشح يبقى عمده مدينه نيويورك، وهنا بقى يا باشا الناس اتجننت. ازاي واحد مسلم من اصل افريقي هندي يبقى عمده مدينه نيويورك؟ خد بالك ان عمده مدينه نيويورك دي لازم يروح دوله الاحتلال اصلا ياخد من هناك الختم ان احنا موافقين عليك. فالراجل ده دخل في مشاكل كتير جدا، هتلاقيه في معظم الديبيتس او المناظرات اللي بتحصل. وتلاقي الحته دي حلوه قوي، يقول له انت هتعمل ايه لو انت هتبقى عمده مدينه نيويورك؟ كل الناس اللي كانوا معاه ومرشحين نفسهم قال لك هنروح الارض المقدسه، هنروح دوله الاحتلال، هنروح دوله الاحتلال. الا هو قال لك انا هقعد في بلد احاول اصلحها، المدينه خربانه. الواد بيعرف يرد وبيلعب على نقطه حلوه قوي، وهي الجيل اللي طالع جديد. وخد بالك من حاجه وانا خدت بالي منها هنا كمان، ان الجيل اللي طالع جديد معانا يعني ايه؟ يعني العيال مش بيسمعوا اي حاجه، عندهم عدم ثقه في الاخبار اللي بتجي لهم من الحكومه هنا، ودي حاجه بالنسبه لي كويسه جدا. بقى في راي اخر موجود في البلد، والناس هنا بتساند قوي القضيه دلوقتي مش زي زمان. ففكره ان يبقى في واحد مسلم واشتراكي، عايزين تجديد، عايزين حاجه تغير الدنيا او الركود اللي احنا موجودين فيه ده، او المشاكل اللي مش عايزه تتصلح. فالواد ده جايبها من تحت قوي وعايز يغير بجد. وقع مع مين؟ ابو حنان. الراجل شتمه بكل حاجه، قال فيه كلام ما يتقالش. يعني مثلا تلاقي ممداني بياكل بايده في مكان يقول لك انت ما بناكلش بايدينا، دول برابره، دول مش عارف ايه. يا باشا ما الناس هنا بتاكل البيتزا بايديها وبتاكل البرجر، اصلا البرجر ده اصلا مش فاهمه لغايه النهارده، مفتوح من كل حته بياكلوه بايديهم عادي، انا اكله بالشوكه والسكينه. يقول لك مثلا ده شيوعي، ده معادي للساميه وضد اليهود. قال فيه كل حاجه، وده يمكن السبب اللي خلى فيه ناس كتير قوي تصوت ليه عشان يبقى عمده نيويورك، لان هم ما بيحبوش ابو حنان. الناحيه الثانيه يعني انت ما دام انت ضد ابو حنان، يبقى انت حبيبي وصاحبي وكفاءه، فانا هنتخبك انت. ده اللي حصل. يمكن ده يكون احد الاسباب اللي خلته ينجح في ان هو يبقى عمده مدينه نيويورك. الفكره كمان ان هو كان ليه تصريحات غريبه شويه على المجتمع هنا. يعني مثلا يقول لك ان لو بنيامين نتنياهو لو جه هنا امريكا انا هقبض عليه، او جه نيويورك انا هقبض عليه بتهمه ان هو مجرم حرب. ودي حاجه اول مره اصلا تتقال هنا. فانت متخيل الراجل قال لك كمان مش انا همنع الايس او ايس دول اللي هم بتوع الهجره ان هم يقبضوا على اي حد في المدينه. فايه انت بتتكلم بقلب جامد قوي. فاحنا مين يا ابني اللي وراك؟ وانت ازاي فاهم كده وازاي بتتكلم كده؟ واول مره حد يتكلم بالطريقه دي. في صدمه حقيقي بتحصل في المجتمع هنا في امريكا، وخصوصا كمان في نيويورك، ان في خطاب جديد بيخلي الناس يفكروا تفكير مختلف عن التفكير اللي الناس اتعودت عليه هنا. طيب هي ايه اصلا الحاجات اللي اعتمد عليها ممداني؟ اول حاجه المشاريع بتاعته، يعني ان هو قال لك احنا هنجمد الايجارات كام سنه. يعني نجمد الايجارات، يعني مثلا اللي ايجاره $2000 مش هيزيد لمده 5 سنين. طب انت هتجيب الكلام ده منين؟
هتجيب الفلوس ده منين؟ هجيب الفلوس دي يا باشا من الشركات بتاعه الضرايب على الشركات بتاعه العقارات. فهو هيجيب من هنا ويصلح الناحيه الثانيه. تاني حاجه، رفع الحد الادنى للاجور للساعه $30. ده كتير. طب هو هيجيب الكلام ده منين؟ الكلام ده كله هيبقى حساب الشركات الخاصه. الشركات الخاصه هي اللي هتدفع للعامل بالساعه $30. تاني حاجه، رعايه مجانيه للاطفال. الحضانه يعني هتكون من غير فلوس. عشان بس تبقى فاهم، الحضانه هنا غاليه جدا. يعني مثلا هنا في سان فرانسيسكو بتوصل ل $6000 الطفل الواحد. فهو قرر ان ده هيحصل في نيويورك ببلاش. يعني الطفل لغايه 5 سنين او 6 سنين هيقعد ببلاش في الحضانه. طب هيجيب الفلوس دي منين؟ هيعملها ضرائب على حساب الاغنياء. تاني حاجه قرر، او من ضمن الحاجات اللي قررها، ان هو هيعمل المواصلات اصلا ببلاش. كل المواصلات العامه ببلاش. كده كده اصلا الناس ما بينطوا هناك من المترو، ما بيدفعوش في اي حاجه. هنا مثلا في سان فرانسيسكو تقريبا انا الوحيد اللي بدفع في الاتوبيس، محدش هنا بيدفع اي حاجه. بس هو قرر ان ده هيتعمل كله ببلاش. يعني المترو هيكون ببلاش، الاتوبيس ببلاش، اي حاجه ببلاش، غير حاجات طبعا الايجار الخاص يعني زي اوبر والتاكسي والحاجات اللي زي كده. ودي هتكون برضو من فلوس الضرايب من الاغنياء. كمان السوبر ماركت او البقالات اللي موجوده، السوبر ماركت يعني هتكون مملوكه للبلديه او لبلديه نيويورك، وهتكون ببلاش للناس. طب ليه بقى الحته دي يا باشا؟ في معظم البلاد الامريكيه او الولايات الامريكيه هنا بيكون في مساعده للناس المشردين او اللي ما عندهمش دخل. المساعده دي بتكون ازاي؟ فلوس، بيديهم فلوس. الفلوس دي بياخدوها هم ويروحوا يجيبوا مخدرات. هو قال لك لا لا لا، احنا بدل ما نعمل الكلام ده كله، انت هيكون عندك حاجه كده زي بطاقه التموين. هتروح السوبر ماركت وتشتري بيه الاكل بتاعك او تجيب بيه الاكل بتاعك. تمام؟ وده شيء اشتراكي بحت. الفكره دي اصلا هنا في امريكا غريبه عليهم. الناس هنا ما يعرفوش حاجه عن الاشتراكيه. مش زي مثلا احنا عندنا في مصر حمدين صباحي، او عندنا زمان ايام ام كلثوم لما كانت بتغني للملك تقول له الاشتراكيون انت زعيمهم، حاجه زي كده. لا، هنا الفكره دي مش موجوده اصلا. الناس دي فاكرين الاشتراكيين هم بتوع روسيا وبتوع السوفييت ومش عارف ايه، والناس دي مجانين وبتاع، فمش هيفكروا هم في الحته دي. لكن لما حد يجي يقول حاجه زي كده والناس تنتخبه، دي صدمه كبيره قوي في المجتمع هنا. الخطه دي ببساطه هتخلي الاغنياء يدفعوا كتير والفقراء او الناس يعيشوا الى حد ما مستريح. حاجه كمان قرر ان هو يعملها، ان هو هيبني 200,000 وحده سكنيه. ودي بصراحه انا شك فيها. هو قال ان هو هيعمل المشروع ده في مده 10 سنين بس. واسعه شويه دي، 200,000 وحده سكنيه، ده مبلغ كبير. هيجيب الفلوس دي منين؟ انا مش عارف. طب هيعملها ازاي؟ برضو مش فاهمها انا الحته دي، ما اعرفش هيعملها ازاي. برضو ايه، لو المتكلم مجنون يبقى المستمع عاقل. طيب رد الفعل كان ايه بقى؟ هنا او في نيويورك معظم او تقريبا كل رجال الاعمال هناك يهود، وطبعا اكيد معاهم باسبور من دوله الاحتلال. فالفكره هنا بقى ايه؟ بتتكلم في 22 ويمكن اكتر مليون دولار اتدفعوا عشان يشوهوا صوره زهران ممداني في كل حاجه. كل عائله يهوديه هنا دفعوا فلوس كتير قوي عشان يمنعوا زهران ممداني من ان هو ينجح في الانتخابات. وحدث ولا حرج. اللي موجود على السوشيال ميديا اليومين دول في امريكا هيلاحظ حاجه غريبه شويه. في كتير قوي من الاكونتات او الحسابات اللي ممكن تقول عليها ذباب الكتروني بيقولوا نفس الجمله. يعني انا عن نفسي شفت حاجه غريبه شويه. هتلاقي مثلا ان في اكونتات كتير قوي على السوشيال ميديا كلهم بيقولوا نفس الجمل بالظبط، وساعات مختلفه شويه في طريقه التركيب الجمله، لكن المعنى هو احنا عرب. بيتكلموا بالعربي، احنا عرب واحنا مشينا اصلا من الشرق الاوسط والبلاد العربيه عشان خاطر في كميه فساد هناك، نقوم نيجي هنا ننتخب واحد عربي او هندي او مسلم عشان يجي لنا بالفساد بتاعه. الليله دي غريبه، كله بيقول نفس الكلام والاكونتات دي كلها كده. ففي فلوس كتير قوي اتدفعت عشان الراجل ده ما ينجحش. 22 مليون دولار اتدفعوا، يعني كمية لجان إلكترونية غير طبيعية مش عايزة زهران ممداني يكون العمدة بتاعت نيويورك. لكن يا معلم سبحان الله، بعد كل ده الواد كسب. بعد كل الضغط عليه ببساطة الواد بيعرف لغة الشارع.
الواد عارف يكسب الناس، الواد بيعتمد على الشباب. 34 سنه، فهو فاهم الناس في الشارع بتقول ايه، هو فاهم الشباب اللي موجودين في الجامعه عايزين ايه، هو فاهم اللي عنده مثلا زيه 30 سنه ولا 34 سنه زيه، هو فاهم هو شكله ايه ومحتاج ايه، وابتدى هو يشتغل على الموضوع ده. وكمان عشان هو جاي من تحت ومهاجر، خد بالك ان حياه المهاجرين هنا لما بيجوا ما بتكونش حلوه يعني اول ما بيجوا، لا 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 خالص، بتكون متعبه جدا جدا جدا، بس عشان يقفوا على رجليهم. فهو شاف ده قوي، فعشان كده عارف يدي ده للناس. افلح ان صدق. بس لغايه دلوقتي انا ما شفتش حاجه وحشه كتير. طيب سؤال، هتلاقي في ناس كتير قوي بتتكلم وتقول لك ده احنا شفناه وهو، ودي برضو من الذباب الالكتروني، وده معاه عالم المثليين، وشفناه هو لابس اليمكه بتاعه اليهود، وشفناه. يا باشا ده جزء من الحمله الانتخابيه، هو يعني مش عايز ابرره ده، بس ده بيحصل معاهم كلهم. هتلاقي الشخص ده اللي هو مرشح نفسه لازم يروح يشوف المسلمين، لازم يروح يشوف المسيحيين، لازم يروح يشوف اليهود، لازم يروح يقعد مع المثليين، لازم يتكلم ان هم دول كلهم هيكونوا الشعب بتاع المدينه بتاعته، فكان لازم يتكلم مع كل الطوائف دي ويحسسهم ان هو متفهمهم، ويحسسهم ان هو واحد منهم، او على الاقل لو انا مش واحد منكم لكن على الاقل انا فاهمكم، فاهم احتياجاتكم، فاهم انتوا عايزين ايه وايه اللي تقدروا تقدموه وايه اللي انتوا محتاجينه. فاعتقد ان دي حركه ذكيه يعني. بعد ما كسب ايه اللي هيحصل يا باشا؟ الليله ما خلصتش، الفرح لسه داير. يعني الراجل كسب والراجل عدى، وفي ناس كتير قوي مأيداه، والفكره هنا هل هو هيقدر ينفذ البرنامج الانتخابي بتاعه؟ والله في خبراء كتير قوي بيقولوا يعني احنا نشك الموضوع مش هيكون بالسهوله دي، لان برضو القوانين اللي هو عايز يعملها لازم في كونجرس يوافق عليها، وهنا هيكون الصدام، بس الصدام المره دي هيكون اعنف بكتير من الحمله الانتخابيه ومن قبل الانتخابات او قبل الفوز بان هو يكون عمده مدينه نيويورك. فالليله اللي جايه فيها لعب كتير قوي، وهيكون فيها عنف اكتر بكتير. وانا لما اقول كلمه عنف هنا مش معناها عنف جسدي، لا، هيكون في شراسه في الجدال والديبيت اللي هيحصل ما بينهم. بس انا والله بالنسبه لي الموضوع هنا ان هو حتى لو ما نفذش كل اللي هو كان بيحلم بيه او كل اللي هو مخطط له، ان هو كسب دي حركه كويسه. ان هو عدى وبقى عمده لمدينه نيويورك وهو مسلم واشتراكي ومن اصل افريقي هندي، انت بتفتح مجال لليله تانية خالص، بتفتح مجال ان يبقى فيه صوت تاني مختلف عن صوت وول ستريت او صوت النخبه او صوت الاعلام او صوت الناس. ما بقتش تصدق اللي بيحصل في المجلات، الناس ما بقتش تصدق اللي بيتقال على السوشيال ميديا، الناس ما بقتش تصدق الخطاب الرسمي. وهنا يمكن ده هو المكسب، ومن وجهه نظري ده المكسب الحقيقي في الحته دي. ممكن ما ينجحش اللي هو وصل له، محدش تاني وصل له قبليه، وهنا ده المكسب الحقيقي. الفكرة هنا ان زهران ممداني مش بس اشتراكي مسلم لعمدة اكبر مدينة رأسمالية في العالم. الحلو في الموضوع هنا ان ده بيبين لك، وده دليل ان في موجة حلوة من تغيير المزاج الامريكي بشكل عام. الناس هنا بقت تفكر بشكل مختلف، وده اللي كويس في الموضوع، ان واحد من ابناء الطبقه الكادحه اللي مهاجر وجاي من مكان في افريقيا من اصل هندي، يعني في وقت عيدي امين كمان، فشاف كل حاجه وحشه، قدر ان هو يوصل ان هو يبقى عمده. لو نجح ده هيكون اثبات كبير ان بجد البلد دي قايمه على المهاجرين، وده هيثبت ان ابو حنان طبعا غلط. واحد من الطبقه الفقيره هنا قال لك لا احنا مش عايزين استغلال، وبسنه الصغير ده 34 سنه مش عايزين استغلال، واحنا نقدر ونقدر ونقدر ونقدر، ووصل لحاجه ما فيش حد قبليه وصل لها. شابوه بصراحه. بس اللي جاي ده بقى هيكون ممتع اكتر. انا ماليش في الموضوع لا ناقه ولا جمل زي ما بيقولوا، لكن الحلو في الموضوع ان انت معاصر للوقت ده الحلو بالنسبه لي. الواحد الجيل بتاعنا شاف حاجات كتير 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 كتير، من اول حرب الخليج 91 وبعديها
البوسنه والهرسك مش عارف كانت في وقتها او حاجه زي كده، وبعدين عندك انفلونزا بقى الطيور وانفلونزا الخنازير وانفلونزا البقر والاتحاد السوفيتي اللي اتفكك ومش عارف ايه بيحصل فين، والكورونا والربيع العربي، ده احنا شفنا بلاوي. فاعتقد ان الواحد محظوظ عشان يكون موجود في وقت بيحصل فيه تغيرات بالشكل ده، عشان يقدر يتعلم منها ويقدر يحكي عنها بعد كده. المهم لو الفيديو عجبكم يا ريت تدوس لايك وتشير الفيديو، ولو عندك رأي يا ريت تكتبه في الكومنتات. انا بستفيد من الحاجات دي قوي، لان انا ببقى عايز اعرف الناس بتفكر ازاي، وكمان لو عندك وجهة نظر مختلفة يا ريت. انا اصلا بحب ده قوي، لان انا ببقى عايز دايما اناقش وجهات النظر المختلفة، مش عشان اثبت وجهة نظري او حاجة زي كده، لكن انا بتعلم من وجهات النظر المختلفة. بيبقى الناس شايفة حاجات انا ممكن اكون مش شايفها طبقا لخبرتي يعني القليلة او حاجة زي كده. فالفيديو الجاي ان شاء الله كمان يعجبكم. السلام عليكم.